لولاية البيض جراء الاضطرابات الجوية التي شهدها إقليم الولاية. شكرا. بعد الصدمة الأليمة التي ألمت في ولاية البيض المجاهدة نهار أمس من خلال تسجيل ما قيمته 60 ملم من الأمطار في ظرف ساعة ونصف، تدعمت اليوم إرادة وعزيمة السكان والسلطات العمومية في تجاوز هذه المحنة بمساعدة السلطات العليا للبلاد وولاية الوطن التي هبت إلى تقديم المساعدة. سنستقبل الولاية صباح الغد السيد وزير الداخلية والجمعيات المحلية ووزير السكن والعمران ووزير الإشغال العمومية لتفقد الأوضاع والاستماع إلى المسؤولين المحليين والمواطنين حول هذه الكارثة. لحد الآن للأسف سجلنا 10 وفيات ومفقود واحد، يعني منذ 5 دقائق برك أخبروني أننا سجلنا حالة الوفاة العاشرة. العائلات المنكوبة وعددها 150 متواجدة حاليا على مستوى 4 مؤسسات تربوية، سيتم نقلها قريبا جدا إلى مكان واحد، حيث وفرنا أو حضرنا مركز للاستقبال يمكنه استقبال أكثر من 250 عائلة، ويتوفر على كل الإمكانيات بما في ذلك عيادة طبية والإطعام وحافلات للنقل والمضافي إلى آخره. في نفس اليوم كونا 5 لجان خرجت الى الميدان، 5 لجان تقنيه لمعاينه البنايات والمساكن حسب ما هو محمول به في مثل هذه الحالات. ستستأنف الدراسه بعد يوم غد بعدما تاكدنا ان المؤسسات التربويه سليمه لم تتعرض الى خسائر كبيره في بعض الاشياء ما تعيقش الدراسه، وقررنا ان تستأنف الدراسه بعد الغد. بالنسبه للخسائر خارج وضعيه السكنات تم تقييمها على مستوى كل القطاعات، ويمكنني ان اقول بان التقييم هذا هو في حدود 638 مليار سنتيم. في هذه المرحله وبعد 24 ساعه من الكارثه اولويتنا هي جمع العائلات المنكوبه في مركز استقبال واحد، وهو ما سيتم في الساعات القادمه. طلبنا مساعدات وصلتنا مساعدات من مختلف مناطق الوطن، وهذا ليس غريب على ابناء الشعب الجزائري الذي هو اليوم مثل السلطات العليا في البلاد مجند وراء ولاية البيض لمساعدتها على تجاوز هذه المحنة. شكري ايضا لوسائل الاعلام وخاصة للتلفزة الوطنية لوقوفها معنا في هذه المعركة ضد مخلفات الكارثة. وفي الاخير اجدد ترحمنا على ضحايا شكرا جزيلا لك والي ولاية البيض السيد سليم صمود.